يا اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا. معكم نادين علي Deliberated Minds بودكاست العقول المتحررة، ومعانا النهارده جاست مميزة جدا بتول، وهتكلمنا عن فكرة ان احنا نبدأ من الصفر، سواء فريلانسنج او بيزنس او انا لسه فريش جرادويت وبشوف الحياة بتقول ايه. فخلينا نبدأ يا بتول، عرفينا بنفسك. اوكي. اولا دخلتك حلوه قوي ربنا يخليكي. ومذيعه كده وتلقائيه وحاجه يعني لايقه جدا على الدور ده. ربنا وانا يخليكي، مبسوطه ان انا معاكي ده شيء يسعدني. ومتحمسه. السيت اب كوزي كده ومريح. انا بتول، انا عندي 22 سنه، بشتغل من وانا عندي 14 سنه في مجال البي ار والديجيتال ماركتنج. اكشلي انا بدات اشتغل يعني في مجال الديجيتال ماركتنج والبي ار وانا عندي 18. يعني حلو قوي. كنت اشتغلت كذا حاجه الاول. I started as a model، وبعدين دخلت بقى قلت هجرب فريلانس. وبعدين قريت كتير عن الفريلانسنج، لقيت انه يعني فاكسان للناس اللي هي مش واخداه جد، او اللي هو عارفه انت لو انا مدير بتتعامل مع الفريلانسنج على انه انا مديره نفسي، وانه انا بنام براحتي واصحى براحتي ومش عارف ايه وكده، انه محدش بيجري ورايا. فلما I took it serious واشتغلت جامد قوي 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 في الاول. اكيد it became my full time job، وان شاء الله very soon، يعني ان شاء الله يا رب. يعني I'm starting my own thing. تولي بس يا رب. لسه في الخطوات. في شوية challenges، فمش عايزة اقول على كل حاجة دلوقتي يعني عشان في challenges كتيرة. بس فانا بدأت الاول as a model، اشتغلت بقى في حاجات كتير قوي، اشتغلت interviewer، مدرسة، اشتغلت واكشلي انا بحب التدريس قوي. حلو قوي. I'm a very passionate teacher بجد قوي. لانه و this is what I do through my content دلوقتي، انه انا اي حاجه بتعلمها. يعني انا I have an educational platform على الانستغرام وتيك توك اللي لاحظته فعلا، يعني اللي بيخش يشوف المحتوى بيحس ان في فاليو بياخده من المحتوى اللي بيتفرج عليه. بالظبط. وهو مش، وانا نيشت اكتر، يعني انا متخصصه اكتر في الديجيتال ماركتنج. يعني my content is all about digital marketing PR الكارير. بس هو مش نيش او مش تخصص او توبكس معينه، بقدر ما هو كل فايب. يعني الاكونت is a whole vibe. تتفرجي على كل فيديو تحسي انه ده هي دي الحاجه اللي انا محتاجاها، فاهمه؟ فناس تعمل ايه فولو. فلانه انا ام تارجتنج ناس معينه، انا في ناس معينه اللي انا كنت مكانهم في يوم من الايام، والناس دي مش لازم ابقى انا كنت مكانهم او هم في مرحله معينه سنيا مثلا، او سنا، قصدي ايه سنيا دي، سنا يعني هم ايام اقرب، يعني ايام اقرب، يعني يعني مش لازم يكونوا في مرحله عمريه معينه. يعني الناس دي ممكن يبقوا اتجوزوا وخلفوا بس بيعدوا بنوع معين من الاحباط، عندهم توكسيك دايره، توكسيك سيركل او دايره سامه معينه. يعني في مراحل مختلفة، مراحل عمرية مختلفة، ولكن عندهم نفس المشاكل اللي بتخص النفسية، اللي بتخص الكارير، اللي بتخص. it took me a lot. أنا أخدت وقت طويل قوي 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 على ما أشتغل على توازني المهني والنفسي، لأنه أنا اللي عارفني كويس عارف أنه شغلي هو جزء كبير قوي من حياتي، وهو one of my core values. يعني كل بني آدم عنده قيم هي اللي بتمشيه في حياته بالزبط. فأنا one of my core values هي شغلي. لو الشغل كويس، وأنا ما بحسش إن ده عيب أو ميزة، يعني أكيد. أنا بحس إنه يعني انا متقبله حاجه زي كده. فانا لو شغلي هو الحاجه اللي انا يعني بستمد منها احساسي بالنجاح. طبعا التوازن في بقيه حياتي انا اكيد هدف يعني، بس at the end of the day أنا مش بستمد الإلهام من أشخاص حواليا. يعني أنا دايما بستمد الإلهام من نفسي. فإيه إيه أكتر حاجة أنا بعملها في حياتي تقريبا يعني بعد علاقتي بربنا وأهلي هي شغلي. فشغلي هو جزء كبير قوي من حياتي. فكان يهمني قوي انه، وانا بدات بدري، يعني برضو الكلام اللي انا بقوله لك ده بحس ناس كتير قوي تقول لي هو انت يا بنتي عندك 22 سنه وكده، معقوله مش عارفه تعملي ايه مش عارفه ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه
ده. بالظبط. بس انا كنت حريصه قوي 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 انه انا انه انا ما يتقالش دي عيله صغيره احنا مش هنشغلها. بالظبط. واتقال يعني حصل. وارد. فما يعني ده بقى اللي انا عديت بيه. فعلى قد ما كانت، ويمكن انا كنت يعني ربنا وفقني انه انا انه اختارني ان انا اشتغل بدري، علشان كنت بتقبل حاجات يمكن لو انا كنت متخرجه ما كنتش اتقبلها. فاهمه؟ لما مثلا حد يعلي صوته عليا وانا مثلا اتصرف ازاي، انه انا مثلا lost بطريقه معينه، او دماغي عارفه overwhelmed بطريقه معينه. يعني كنت محظوظه الحمد لله انه انا كنت يعني كان في ناس اكبر مني سنا ويعني ناس يعني فطاحل، يعني كانوا they were my mentors. حلو قوي. اتعلمت منهم كتير في sectors مختلفة، whether في لما درست او لما اشتغلت في البي ار او لما وهنا بجد عايزه اجيلك عن نقطه مهمه جدا، فكره المنتور بيلعب دور في Yes. حياتي. يعني انا لو شخص ببدا واتفر سني وعايزه ابدا مثلا من سن صغير، او لسه متخرج وعايزه ابدا حياتي، فازاي استعين بمنتور فعلا وتاثيره عليا هيبقى عامل ازاي؟ يعني انت فرق معاكي المنتورنج او الناس اللي كانوا منتورز بالنسبه لك ازاي في حياتك؟ ماشي. انا برضو عايزة هايلايت على فكرة منتور، انه المنتور هنا مش لازم يبقى التايتل بتاعه منتور. اوف كورس. يعني برضو عشان الناس تبقى فاهمة انه انا my mentors، انا بدأت الثيرابي بالظبط من 3 أو 4 سنين. حلو قوي. قبل كده انا بشتغل بقالي تقريبا 8-9 سنين يعني حاجة كده. فانا ما بدأتش، وقبل بقى ما ابدأ ثيرابي وكارير كوتشنج والجأ لسبيشالستس ومتخصصين في مجالاتهم، انا my mentors كانوا entrepreneurs. فاهمة؟ my mentors كانوا entrepreneurs وكنت بشتغل معاهم. فكانوا my mentors في شكل مديرين، يعني مديريني اللي انا كنت بشتغل مع entrepreneurs، فانا كانوا مديريني. فاهمة؟ ويعني بكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير على قد ما يعني زعلنا بعض وكانت الحياة ما بيننا ضغط قوي وكانت كذا، بس علموني كتير قوي واستفدت منهم كتير قوي وبدعي لهم دايما دايما انه ده يعود في ميزان حسناتهم عند ربنا، انه ربنا خلاهم سبب في انه انا يعني ايه الاقي نفسي او اتدرج ان اوصل للنقطه دي. بالظبط. وممتنه ان هم علموني انه يعني الاثكس بتاعت المهنه والعلاقات بتمشي ازاي. دي مهمه، واكاد اجزم ان هم اتعلموها بصعوبه. فان انا اخدها كده على جاهز واشوفها في مواقف واشوف هم بيتصرفوا ازاي. وانا من النوع اللي بشهده، يعني انا من نوع الميرورينج. يس قوي قوي. ان من هنا بقى يعني اتعلمت ابقى انا كويك ليرنر. يعني مش اتعلمت، اتمرنت ان انا خلاص ام شادوينج ام ميرورينج ام كوبي بيست. وانا من النوع اللي عارفه بطبع على طبع اللي حواليا قوي. طريقة الكلام، يعني انا لو شفتي انا بشتغل مع مين هتبصي تلاقي قبل كده، يعني دلوقتي انا يعني خلاص I have my own، اخدت الحلو من كله، بحاول اشتغل على نفسي قوي قوي في الحتة دي. زمان كنت تشوفي اي حد اشتغل معاه هتلاقيني باخد طريقه كلامه وباخد اتيتيود وباخد دلوقتي انا عندي وجهه نظر. يعني دلوقتي مش اي حاجه مش اي تصرف اشوفه يبقى مدرستي. مش هقولك ان هو طبعا يعجبني، بس لا مش مدرستي. فاهمه؟ بس ريفلكتنج على النقطه اللي انت بتقوليها ان البيئه او المحيط بتاعك بيأثر فيك طبعا. فافرض انا اتحطيت في بيئه او محيط مش الناس اللي هم الرول موديلز بتوعي، مش اللي انا بقيم ان انا ابقاه، ففي حاله زي كده اتصرف ازاي؟ يعني رغم البيئه اللي انا فيها عايزه اكون انسان معين، رغم البيئه دي بقى اتصرف ازاي؟ بصي انا مؤمنه انه البني ادم زي ما انا لسه قايله ان هو بيتطبع على طبع المحيط بتاعه بالظبط. وحتى لو هو مش واخد باله. فاول حاجه لما الاقي ان انا المحيط بتاعي مش شبهي، اما احس ان هو مش شبهي، احس ان انا بضغط على نفسي عشان اقعد مع ناس معينه، او عشان اكوب، او عشان افت ان مع ناس، مع كوميونتي معين، اجري. اول حاجه اعملها اما احس ان انا بعمل افورت عشان ابقى هذا الشخص، اجري على طول. لانه يعني ربنا ما خلقناش متوحدين. يعني ربنا ما خلقش البني ادم ما فيش
كوميونتي لايق عليه، بالعكس. فلا في ديفينتلي هتلاقي اللي شبهك. وبعدين انا دايما بقول لنفسي هو ايه احلى من ان الواحد يبقى مختلف؟ يعني ايه احلى يا ستي؟ انا مش لاقي حد شبهي. فعلا هو صعب في الزمن ده انه انت تكيب اون هولدنج على مبادئ بتاعتك وعلى الاثكس بتاعتك وعلى القيم بتاعتك. صعب جدا في زمن كل الناس عايزة تبقى مشهورة، كل الناس بقت سطحية، الناس بقت. فصعب ان البني ادم يفضل متمسك بقيمه ومبادئه وبأخلاقه وبدايرته القريبة وبأهله وانه يعني ان هو ما يستسلمش للشيطان بسهولة. دي حاجة صعبة جدا. فأول حاجة انا بعملها لما بلاقي انه انا الدايرة اللي حواليا دي، وعامة انا مش من الناس اللي بيعمر لي صحاب قوي، يمكن يعني مش احسن حاجه ان انا اقول كده، بس انا بقول ده علشان اطمن اي حد مكاني. انا مش، وده مش معناه انه انا شخص وحش او الناس وحشه. انا بس بسيت ماي باوندريز. ساعات الناس اللي قلبها حلو بتاخد على بعض بسرعه. ايوه. فمع الوقت لما بناخد على بعض بسرعه جدا زياده عن اللزوم، تحسي ان انتي خلاص ميتكم مش شبه بعض، انتوا مش عارفين تكوبوا، اللي قدامك عنده expectations وانتي عندك expectations وعندك priorities مش متماشي معاها، مش متماشيين بالظبط، اولوياتنا مش متماشيه مع بعض. وانا بتكلم على صداقات، بتكلم على علاقات، بتكلم على علاقات اسريه كمان يعني. فانا لما يعني بصراحه باخد ستيبس باك لما بلاقي انه خلاص انا مش يعني اللي حواليا مش شبهي، عشاني وعشان اللي قدامي. باخد ستيبس باك وبنستريح يعني احنا الاتنين. فمش ضروري ابقى انا مش ضروري احاول افت ان مع كوميونتي انا مش حاسه ان هو شبهي. ومش ضروري ان انا الاقي الكوميونتي ده، بالعكس يعني دايما بحس انه يعني it makes you a wonderful person ان انتي مختلفه عن بقيه الناس. وعندك كده شخصيه وحدتك وانتي راضيه عن نفسك وراضيه بنفسك. وبالعكس بقى ان انتي تحاولي تفت ان مع كوميونتي مش شبهك، ده هيحسسك دايما بان انتي دايما شاكه في نفسك، ان انتي you're not being yourself. هيبقى عندك دايما self doubt. فوليه بالظبط، وليه ما نبقى نصاحب كل الناس والناس كلها تحبنا ونحب كل الناس، بس نحافظ على قيمنا ونحافظ على شخصيتنا ونحافظ على حقيقتنا اللي مريحانا. يعني مفيش حاجة تساوي الواحد يعني ضيعوا مجهود ووقت في ان انتوا تشتغلوا على سلامكم الداخلي، بس ما ضيعوش وقت ومجهود ان انتوا تحاولوا تفت ان مع كوميونتي او تدوروا على سلامكم الداخلي بره البابل بتاعتكم ومع ناس مش شبهكم. حابه انتقل معاكي برضو النقطه اللي بيقولك دلوقتي اتكلمنا عن البيئه. طيب افرض انا دلوقتي شغال 9 to 5 for an example، عايز ابدا الفريلانسنج كارير بتاعي او ماي اون بيزنس، او اغير الكارير خالص. الخطوات الاولانيه اللي ممكن اتخذها ان اعمل حاجه زي كده من خبرتك، رايك تكون شخص زي كده يبدا منين؟ طيب انا لما بدات ما كانش عندي خبره، فانا اللي عملته يعني و I think ان هو دلوقتي كمان بقى اسهل yet more challenging. يعني انه انا ابدا اعمل لنفسي personal brand او اعمل لنفسي هوية ذاتية، اعمل اكاونت الناس على البلاتفورم. يعني لو انا مثلا بعمل حاجة بيزنس كوربريت بحت او B2B بحت، او I'm targeting الكوربريت، سو انا هركز على لينكد ان اكتر. لو انا I'm targeting الجمهور او الببليك، فانا هعمل اكاونت على انستغرام، تيك توك، فكده. وهيبقى عندي بقية البلاتفورمز، بس في النورمال اللي هكتر على البلاتفورمز اللي انا محتاجه ابقى متواجده عليها اكتر. فانا ما كانش عندي خبره في ده لما بدات اعمله، ولكن هو ده اول حاجه وهي دي اسهل حاجه. هتحتاج من الواحد شويه. يعني انا دايما بقول انه سوشيال ميديا او كونتنت كريشن هي مش اسهل حاجه، بس هي مش اصعب حاجه. بالظبط. يعني هي بس الفكره كلها ان انا ابقى عندي الوعي في انه ايه المحتوى اللي انا عايزه اقدمه. انا لما بدات كنت، لو ناس نزلت عندي على البروفايل تحت شويه هتلاقي ان انا كنت بطبخ، كنت بعلم الناس ازاي تتكلم فرنسي، لانه بستخدم كل التالنتس. يعني بستخدم كل التالنتس اللي عندي، عشان اكيد هنلاقي حاجه في النص، هلاقي حاجه انا بحب اعملها، هلاقي حاجه انا بحب اعملها وبعرف اعملها، وفي نفس الوقت الناس هتكليك معاها وهتتفرج عليها.
فلما كنت بطبخ عشان حياتي بشتغل وكده، فكنت بعمل healthy quick recipes كده اخدها معايا، عارفه تبقى حاجات on the go اخدها وانا نازله الشغل. بس حسيت انه عادي يعني، كانت ماشيه حلو، كانت عاجبه البراندز، كان في collaborations، بس ما كانتش عاجبه البابليك قوي، ما كانتش عاجبه الناس قوي. او مش ما كانتش عاجبه، بس لو الناس ما تفاعلتش معاها قد ما which is بقى ده الصعب يعني، انه قد ما تفاعلت مع المحتوى التعليمي. لما بدات اتكلم عن الديجيتال ماركتينج والبي ار والكارير، وانا بيحصل لي ايه، واشير مع الناس موقف حصل لي في الشغل النهارده، وقد ايه يومي كان طويل، وانا حصل لي اتبهدلت في السفريه الفلانيه، طب انا اول مره ركبت طياره كان مش عارفه عندي. فلقيت الناس اكتر متفاعله مع ده، فلقيت انه حبيت ده اكتر واكتر. وانا بحب التدريس قوي قوي. وانا عامه يعني انا دلوقتي، في الاول كنت بشتغل عشان اتعلم، دلوقتي انا بشتغل عشان اطور. حلو قوي. في المرحله دي من حياتي انا بشتغل مع ناس اكبر، مع entrepreneurs اكبر مني سنا وخبرة وكل حاجه، علشان اطور من يعني خلاص ما كانش في بيز، بقى في بيز، البيز ده محتاجين نطوره. فانا بدات عملت اكاونت اول حاجه، كبرته، فضلت اجرب، ومش عيب ان احنا نجرب في الاول لحد ما بقى بيجي لي كلاينتس من خلال الاكاونت بتاعي. طب انا بدات على انستغرام، it could happen also يعني this is also applicable على لينكد ان، على بلاتفورمز تانية، وادر بقى لينكد ان او حتى اللي هي اللي مش سوشيال ميديا يعني، وادر الويب سايتس بقى وكده، كل ده available يعني. احنا بس you need to build a platform على you need to build a profile على البلاتفورم دي، وتشتغلوا. اهم حاجه واصعب حاجه هي الاستمراريه. يعني يمكن من اكبر المشاكل اللي انا بواجهها دلوقتي ان انا مشغوله جدا الحمد لله. ف بحاول طول الوقت انه انا انه الكلام اللي بقوله للناس دايما انا كمان اخده في عين الاعتبار. فاهمه انه اشتغل على انه انا استمر في الكونتنت بتاعي واطور منه، لانه السوشيال ميديا احنا خلاص، احنا الزمن بيتطور كل يوم طبعا. وانا كمان بشتغل على سكوب يعني جي سي سي، يعني مش مثلا محافظه معينه او بلد معينه، بشتغل على سكوب الجي سي سي. فكل بلد، كل ماركت، كل يوم بيحصل فيه حاجه مختلفه. I need to be updated, I need to always meet بالظبط I need to always meet up مع كل التطورات اللي بتحصل في الماركتس كل يوم. فاهمه؟ حابه اضيف برضه لنقطتك. طيب لو حد قرر يبرسو الفريلانسنج او سبيسيفيك سكيل ينميها ويكسب منها فلوس بقى، how to maintain الفلوس اللي داخلالي بشكل شهري؟ يعني لو انا عندي 9 to 5 فهي اوريدي داخلالي فلوس اخر الشهر، بخلص باخد المرتب. طب حد فريلانسر ازاي مينتين الكاش فلو؟ بصي، هو ده سؤال حلو قوي. يعني انا يعني خلينا بس متفقين ان انا اول فلوس دخلت لي من الفريلانسنج، انا قعدت مثلا اول 3 سنين حاسه بيكي ببعزق. مسكت فلوس بقى، يعني انا مسكت فلوس وانا بقى عاملاها بالسكيل بتاعتي، وانا ده فلوسي وتعبي وشقاي. محدش بيقول لي انت عايزه تعملي بيهم ايه ولا عايزه. ما كنت باخد فلوس من مامتي وبابايا بقى، انت تعملي ايه بالفلوس دي وعايزاهم عشان ايه، واقول له عايزه 500 يديني 300، واقول له طب خليها 400 يقول لي طب هاتي بقى ال 100 وخدي 200. يعني فاهمه كده. فمحدش بقى مبسوطه بقى انا مسكت فلوس. بعزق قعدت اول 3 سنين مديونه فلوس ما بتقعدش معايا. وخلاص انا كنت قررت اول لما بدات اشتغل انه انا هصرف على نفسي. حلو قوي. وهتعلم بقى. ودي حاجه من احلى والذ الحاجات على المدى الطويل اللي بجد الاهالي محتاجه انها تعملها مع اولادها. انه بجد يا جماعه شغلوا ولادكم من سن صغير. يعني الاهالي يساعدوا ولادكم ان هم يتحملوا المسؤوليه ويحسوا بيكوا وينضجوا فكريا من سن صغير. ولاد بنات، تخافوش على بناتكم، تخافوش على ولادكم، ربوا كويس بس وسيبوهم ينطلقوا واشرفوا عليهم. انا امي كانت بتيجي معايا الشغل. حلو. يعني ما امي كانت بتيجي معايا الشغل وبتوصلني. كنت بشتغل في الموديلنج، مامي كانت بتيجي معايا التصوير، وهي اصلا ولا كانت مقتنعه بالشغلانه ولا كانت مقتنعه باللي انا بعمله، بس في الدعم ده ولا يعني كانت شايفه اي حاجه ولا اي حاجه. هي بس أوكي. في الاول هي
انا كنت بتحايل عليها وهي كانت شايفه انه هجرب اديها فرصتها، وانا كنت دايما بحاول ان انا استشيرها. وانا دايما مؤمنه ودايما لليوث او للتينيجرز للشباب، يعني دايما استشيروا الاكبر منكم. يعني لو انتوا استشيروا اهلكم، استشيروا مامتكم باباكم خلانكم خالاتكم، امهات صحابكم، حد في فيلد معين انتوا عايزين تدخلوا تجربوا فيه. بس بجد يعني فعلا يعني استشيروا، يعني استشيروا، لانه فعلا مهما احنا كنا فاكرين ان احنا عارفين حاجة، يعني اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، بجد يعرف عنك بسنة بجد. ف definitely الحاجات اللي اهلي والناس اللي اكبر مني خبرة، دايما انا مثلا شايفة situation معين من منظوري انا، ومنظور اللي اكبر مني يعني لا يعني لي ولا اسمها ايه، يعني مش منطقي بالنسبه لي خالص. يعني انا وجهة نظري انا شايفه الحياه كده، وشايفه الموقف ده ردة فعله ونتيجته كده. اللي اكبر مني شايف حاجه مش بتميك سنس بالنسبه لي خالص، ووجهة نظر اللي اكبر مني تطلع صح. فاستشيروا. فانا كنت فرحانه قوي بالفلوس في الاول. قعدت اول 3 سنين بصرف ببذخ، على طول معيش فلوس، على طول مخلصه فلوسي، باخد بستلف فلوس وبرجعها من اهلي كده بقى، فاهمه؟ بس برجع، باخد بس برجع. بس لحد ما قررت انه انا لازم انفست. حلو قوي. خلاص بقى، يعني قررت ان انا دلوقتي لازم اقسم، ولازم يبقى كل حاجه ليها خانة أو حساب. يعني المصاريف اللي هي الأساسية دي ليها. أنا كنت عاملة فيديو عن الموضوع ده قبل كده، وناس دخلت عندي هتلاقيه، كنت عاملة كولابوريشن بقول فيها إنه how to invest، يعني مش بس إنه إزاي الكاش فلو نظبطه، لا إحنا how كمان to invest، استثمر إزاي أستثمر بالظبط. فبدأت أقسم كل حاجة، المصاريف الأساسية. طيب بعد اللي داخل لي، الأساس اللي داخل لي، يعني في أساس as a freelancer أنت في حاجات ضمناها، لأنه أنا في projects بشتغلها بسالري، وفي projects بس بشتغلها per projects، يعني hit and run، يعني لو أنا عملت تاسك الموضوع خلص، بروجكت خلص، الموضوع خلص، اخدت فلوسي والبروجكت نفسه خلص. فالدخل الاساسي للمصاريف الاساسيه. طب ده فاضل منه كام؟ طب لو دخل لي اكسترا، الاكسترا مثلا، الاكسترا دايما عندي للشوبينج، يعني انا ما دخليش اكسترا ما بعملش شوبينج، فاهمه؟ الخروجات مثلا جزء، انا عندي نسبه معينه، بادجت معينه للخروج، لو اضطريت ان انا اكل من بره، اضطريت ان انا اصرف بره، مش ادخلي سينما مثلا، ادخل بالظبط. الاكسترا دايما للشوبينج، السفر، مش عارفه ايه. في جزء، والاساسي دايما المصاريف الاساسيه اللي هي فواتيري، مش عارفه ايه بتاع كده، وجزء الخروج وجزء تحويش. ده جزء بقى ده انا بحوشه واستثمره طبعا، عشان بس ناس تفتكرش ان انا ايه، يعني ياما هنا ياما هناك. انا يعني عشان يعني على قد جدا، يعني على قد جدا، ولسه بنتعلم مع بعض اكيد. يعني يعني مثلا بدل ما اشرب كوبايه قهوه بال 70 جنيه مثلا، ولا 60 جنيه اللي اشرب بيها كوبايه قهوه، بحوشها، فاهمه حاجه؟ فكده حصاله كده، فاهمه؟ وحب ريفلكت معاك حته الكومباوندنج افكت. يس، فكره الحاجه بتفضل تزيد معايا، انا وفرت هنا وفرت هنا، بيجمع بعد كده معايا بالظبط، بيجمع. والمهم بقى انه ما يفضلش زي ما هو، بالذات في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي، انه يعني 70 في 70 في 70، يعني توفير من هنا على من هنا على من هنا، بيعمل بيجمع. بس المهم بقى انه في الظروف اللي احنا فيها دي، احنا منسب يعني ندور على how to invest، ازاي نشغل الفلوس دي بالظبط. حابب برضه ريفلكت معاكي عند حته دلوقتي حد بيبدا من الصفر، ايه 3 نصايح تديها له يقدر يطبقها اول ما يخلص الحلقه بتاعت النهارده؟ طيب، اول حاجه انه يستمر، لانه دي من اصعب الحاجات. 3 حاجات دول هم اصعب 3 حاجات هيقابلوا اي حد. اول حاجه الاستمراريه، لانه اصعب حاجه انه حد عاده اول شعور بيواجه اي بني ادم بيبدا من الصفر هو الخوف. فده بيتعارض مع الاستمراريه، ان انت دايما بتعطلي، محدش مصدق فيكي، انت نفسك مش مصدقه في نفسك، انت ما عندكيش خبره في الحاجه اللي انت داخله عليها، او عندك خبره بس لسه عندك النو هاو، بس ما عندكيش الخبره، ما عملتيهاش قبل كده. فده المعنى الحرفي لحد بادئ من الصفر. معكيش التول اللي هتمونيتايز بيها، ازاي هتمولي البروجكت اللي انت عايزه تبدأيه، او المرحله اللي انت عايزه تخشي عليها، او القرار اللي انت عايزه تاخديه.
take it يعني just take it يعني بس ابدأوا. لو انت عايز تبدأي في حاجة بس ابدأيها وكملي كملي كملي وبجد إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فعلا. يعني على قد ما البني آدم بيجتهد وبيعمل اللي عليه. أنا كان نفسي أبقى مذيعة وما بقتش مذيعة، بس أنا لو تسأليني لو يرجع بيكي الزمن يحصل نفس اللي حصل معاكي أقولك بالملي، واللي اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل، فاهمة كده على طول. فدي أول حاجة. تاني حاجة يمكن إنه اللي مش فاهم في أي حاجة يسمع أكتر ما يتكلم. حلوة النقطة دي. يسمع أكتر ما يتكلم، لأنه كتير قوي الناس بتفتكر إنه الشطارة إن أنا أبين إن أنا أتكلم فبين إن أنا فاهم، which is دي مش شطارة. اللي قدامك عارف قدراتك وعارف إن أنت مش فاهم في الحاجة اللي أنت بتعملها، عارف أنت قدراتك وإمكانياتك عاملة إزاي وعارف قدراته وإمكانياته عاملة إزاي. ف يعني إن الواحد يتكلم كتير مش بيديفاين الشخص از إن هو حد فاهم، بالعكس. يعني كل ما تسكت أكتر وتسمع وتطبق كل ما زدت حكمة وكل ما اللي قدامك احترمك. وده ينقلنا لأنه عامة في الحياة اتعلمت إنه كل كلمة بتطلع من بقي لازم تكون value. يعني أنا ما كنتش بطلع في بودكاست أقل حاجات، يعني events ما كنتش بروح talks، ما كنتش بطلع في بودكاست، ما كنتش لحد ما بقى عندي فعلا حاجة أقولها. قبل كده أنا ما كنتش مهيئة ولا ان انا اتكلم، فاهمه؟ واكيد لحد دلوقتي بس ما بتكلمش في حاجه انا مش فاهمه فيها او ما عنديش خبره فيها او ما عنديش قدر كافي من العلم والخبره ان انا اتكلم فيها. عموما في الحياه it's a good tip to implement. الحاجه الثالثه هي الرضا والضمير. يعني اكتر بني ادمين عندها ضمير هي اكتر بني ادمين تعبانه في حياتها، ولكنها هي اكتر بني ادمين بجد عند ربنا احساس البركه ده. يعني أيوة. احسن من الفلوس الكتير واحسن من اي حاجه في الحياه. والضمير حاجه ماشيه معانا في كل حاجه بنعملها في حياتنا بالظبط. فلو الشخص ما عندهوش ضمير يعني فين البركه وفين كل حاجه حلوه. يعني كلنا هنوصل، بس لما اللي عنده ضمير ده هيوصل عامل ازاي؟ واللي ما بيتقيش، اللي عنده ضمير في شغله، عنده بيتقي ربنا في الناس، بيتقي ربنا في نفسه، بيسعى. هل انا هل انتي وانتي بتتبلي او انت وانت بتتبلى على واحد او بتطلع نفسك من مشكله لبست كام حد تاني، اتبليت على كام، ولا انت غلطت وقلت انا غلطان وتشز مش عيب، وكلنا بنغلط. وانا احترم البني ادم اللي بيعتذر في الزمن ده. حقيقة انا بعتذر، انا بقول انا اسفه. اكتر حاجه بقولها شكرا واسفه، والله حتى لو مش غلطانه اكتر حاجه بقولها انا اسفه، او بسكت. يعني لا افتخر ان انا اروح اقول ده بس انا بهدلتها. لا ده انا بهدلتها. ده انت شفتيش انا قلت لها، شفتيش انا قلت لها ايه ده؟ انا وسكتت. انت فاكره ان هي عرفت تقول؟ مش عارفه حصل له ايه. لا افتخر ان انا يكون ده اتيتيود مش شبهي، يعني ودي حكمه على فكره، مش شبهي. فمش احسن حاجه، ومش بقول كده عشان تبقى مثاليه ليا، بس انا بقول انه انا بنسب ده الكلام ده لناس علمتهولي، انه انا اتعلمت ده من ناس اكبر مني. ومامتي طبعا، يعني انا مامتي ربتني على كده. والرضا، انه ما ندورش. انا يعني مش اصح حاجه انه البني ادم يدور على السعاده. ويمكن دي اكتر حاجه اتعلمتها من مامي. يعني احنا we've been through a lot في حياتنا انا وهي، ويمكن اكتر حاجه هي علمتها لي، يعني بجد we've been through a lot. هي she's been through a lot. فبجد يعني كانت في اوحش حالاتها يعني the lowest phases of her life كانت راضيه والابتسام راضيه، عارفه كانتش مبسوطه اكيد بس كانت راضيه. فاي دايما السيناريو الوحش فيه الاوحش منه، والرضا احسن بكتير 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 من انه البني ادم لما ادور على الرضا فين هبقى راضيه، وانه ابقى راضيه باللي ربنا اداهولي واللي هيديهوني، احسن بكتير من انه انا ادور على السعاده.
بجد يا بتول شكرا ليكي جدا، شكرا على كل الكلام اللي انت قلتيه، فادنا انا شخصيا ومتاكده ان شاء الله انه هيفيد الاودينس، فشكرا ليكي على النهارده. حبيبه قلبي، ثانك يا رب تكونوا اتبسطتوا. ان شاء الله. حياتي. بكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى كانت تكون مفيده ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لمحتوى اكتر. اشوفكم المره الجايه على خير، باي باي.